مساء الخير. وفي آخر نفحات رمضان الجميلة وفي بداية العيد بقول كل سنة وانتم طيبين، وعيد علينا سعيد إن شاء الله. وشكرا لكل أم عرفت تفرح لولادها وعرفت توصل ليهم كل يوم السعادة عن طريق أكلة حلوة، افتكاسة جديدة، كحك رمضان اللي السنة دي فيه كم كبير. أنا أولهم ناس عملت كحك رمضان رغم إن إحنا بقالنا سنين ما بنعملوش بالنسبة لارتفاع أسعاره كان عالي، فقلنا كلنا هنعمل وعملنا، وربنا يعني نفخ في صورتنا والحمد لله. حاجات جميلة بنفرح بيوتنا وبنفرح أهالينا وبنفرح الناس اللي حوالينا. احنا كده كمصريات، ولازم اشكركم عشان انتوا وقفتوا جنب بلدكم وقفتوا جنب بيوتكم واسعدتوهم. وسنة حلوة ان شاء الله علينا، كمان سنة حلوة على الرئيس ان شاء الله، بحلف اليمين اللي كان فيه. يعني انا بقول يعني ان هو في ناس انتقدت الموقف بتاع سياده الرئيس ان هو كان فخم زياده عن اللزوم، وان في حاجات كتيره قوي، يعني كان ممكن نقبق نصها ربعها عشان الازمه الماليه اللي احنا فيها. والرئيس نفسه بيقول لنا يعني كله على قدكم، طبق ومش طبق، ولو جه كان اتخض في اي بيت كان شاف الطباق اللي قد كده قد ايه. احنا المصريات احنا لازم نفتخر، والعرب عموما كلهم، بس احنا كنا في ازمه ماليه غير العرب طبعا. العرب كلهم كان ازمتهم اقل شويه، فاحنا بنفتخر ان احنا كنا بنعمل سفر كتير وبنعمل كل حاجه مع الامكانيات اللي كانت عندنا. بركه رمضان يا جماعه، اوعوا تنسوا بركه رمضان. آه الموكب انا عجبني، الموكب الرئيس انا عجبني. هي دي مصر يا جماعة، هي دي مصر، هو ده اللي لازم يتعمل. هو ايه ده؟ ايه الموكب الجميل ده؟ ايه الفخامة دي؟ ايه الشوارع النظيفة دي؟ ايه النظام ده؟ ما شاء الله، حاجة جميلة. كل السياحة تيجي في مصر كده، كل الناس تعمل معانا استثمارات وتدخل في فكر بيفكر تاني. هو ده صح، انتوا عملتوا الصح، واللي بيعمل غير كده او بيقول غير كده مش فاهم الصح. معلش انا اسفه جدا لو حد اعترضني في ذلك، لان انا بقول لكم اللي عملوا الموقف ده انا اديهم سلام واقول لهم متشكرين لمصر ان انتوا بينتوها فيه. دي حقها انها تكون بهيه وغاليه وكريمه علينا. ويا رب نبارك للرئيس مره واثنين وثلاثه، وتكون بدايه يا سياده الرئيس جميله عليك وعلى شعبك الجميل اللي وقف جنبك. ولازم بقى شعبك ده محتاج وزارة جديدة وأسامي جديدة ما يكونش عليهم علامة استفهام، اللي هم عارف حضرتك أسمائهم. من فضلك من فضلك تغيرهم، لأن فعلا فعلا إحنا استحملناهم كتير واديناهم فرصتهم كتير. مع الإدارة الجديدة ومع سنة جديدة وانفتاح جديد عايزين ناس أقوى وأشد. يمكن هم ظروفهم جت في أزمة وأزمات كتيرة فما عرفوش يحلوها، كانت هي دي الحلول عندكم. لكن لابد من أسماء جديدة نسمعها وتمتعنا بيها إن شاء الله، وتكون أسماء قوية شديدة تقدر تبقى فيه هي بقى على قد الانفتاح وعلى قد اجتهادها في إن شاء الله توصل مصر لبر السلام. بالنسبة يعني اعتراض الناس على الموقف، انا بقول لهم لا، ده اوعوا تعترضوا على حاجه زي كده. دي بدايه جميله من الدوله والحكومه، وهي قصده تعمل ايه وهي عارفه بتعمل ايه. والشعب بقى محتاج شويه طبطبه، شويه حنيه وشويه كده دلع عشان العيد، وعشان هي استحملت كتير قوي مع حضرتك. وانت عارف الضرب على الحديد السخن كتير بيولع، واحنا مش عايزينه يولع، احنا عايزينه يبقى جميل. واحنا كلنا استحملنا وقسينا وعملنا، عايزين شوية طبطبة كده وحنية. يعني عايزين شوية طبطبة وحنية والشعب يبقى أسعد شعب في العالم. نحس شوية إن الأسعار نزلت، نحس شوية إن في تغيير في العقلية في الفساد اللي حاصل في كل إدارات الحكومة اللي هي قديمة. يبتدي شوية تغيير في الدعم المادي للدولة للشباب، للناس المتخرجين، نسبة الأسعار تقل. كل الحاجات دي لو اتعملت والشعب حس بشوية حنية كده من البلد وشوية طبطبة كده، هتبقى الدنيا إن شاء الله عيد عليكم جميل وعيد على البلد كلها. وسلام عليكم.